اللي كيشوف هاد الشخص هذا كيبان ليه بانه شخص عادي كيتقدم من محل تجاري، يعني كيجي ياخد داكشي اللي خاصو ويخلص ويمشي في حالته. المهم هاد الشخص ما كيتبانش عليه بتاتا بانه نصاب. المهم نعاود لكم القصه ديال هاد الشخص اللي كتشوفوا فيه. وقبل ما نعاود لكم القصه، اول حاجه كليكي على جيم ودير لنا واحد البارطاج باش هاد الشخص هذا يعرفوه الناس كاملين وما يتمش النصب على محل تجاري اخر. المهم هاد السيد اللي كتشوفوا فيه هنا جا لهاد المحل التجاري وطلب منه شي حوايج باش يتقدى عنده. المهم ملي كياخد الشخص باكيات ليكوش كتقول هاد السيد هذا ولا وليدات صافي راه كيهندك، صافي راه مشيتي فيها كيهندك. وملي كياخد جافيل تا هو كتقول هاد السيد راه كيدي الصخره للدار. وملي كياخد مشروب ديال الطاقه اللي يدير 20 درهم اللي هو ريد بول كتقول هاد السيد صافي راه ما خاصو حتى شي خير عنده، دونك راه عنده الفلوس. كذلك ملي كطلب منك واحد العصير ديال الدجاج العلامه التجاريه اللي معروفه بزاف وقليله في السوق وكتقول لي راه ما عنديش، عندي الصغير وكياخد الصغير كتقول صافي هذاك ليا الله يعمر عطا. المهم ما عليناش. هاد السيد هذا جا عند هاد البوان دو فونت كما كتشوفوا في الفيديو وطلب منه باكيه ديال ليكوش وطلب منه قرعه ديال الجافيل وطلب منه واحد العصير وطلب منه مشروب ديال الطاقه. المهم هادشي كامل خادوم هداك السيد من المحل وحطهم ليه فوق الكونطوار كما كتشوف. وباش كمل هادشي طلب منه واحد العلبه ديال السجائر، ها هو ضربها في جيبو على اليسار كانت محطوطه هنا فوق ليكوش. وطلب منه كذلك واحد التعبئه ديال 100 درهم، ها هو مول المحل غادي يعطيه التعبئه، غادي ياخذ هذاك السيد التعبئه وغادي يضربها في التليفون ديالو في الفيرسو ديالو كما كتشوفوا. ها هي باكي ديال الكارو ضربات في الجيب وها هي الروشاج حتى يضربها في التليفون. وهنا غادي يجبد هذا السيد المحفظه ديالو، يعني البسطام غادي يقلب على الفلوس باش يؤدي ليه الواجب ديالو، حيت التاجر حسب وكيتسنى في الفلوس باش يتخلص. المهم هنا قلب في البسطام ما لقاش، قلب في داك الجيب اليمين حتى هو ما لقاش، غادي يقلب في الجيب اليسار حتى هو ما غادي يلقاش، غادي يقلب الجيوبه كاملين غايقول لي اخويا الفلوس راه نسيتهم في السياره في الطوموبيل، انا غنمشي من الطوموبيل ونجيبهم لك. المهم الاخوان ردوا البال مع النصابه وما تنساوش البارطاج ثم البارطاج باش ما تصيدوش التجار الاخرين. السلام عليكم.